السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وقناتكم كارت أحمر وعدد من المواضيع السريعة في دقائق معدودة، فأهلا وسهلا بكم. بداية بنبارك للمنتخب المصري لكرة اليد الفوز الثاني على التوالي في كأس العالم لكرة اليد على حساب منتخب المغرب الشقيق بنتيجة 30-19. الفوز ده بيرفع رصيد منتخب مصر للنقطة الرابعة وبيحتل صدارة المجموعة السابعة، وبكده ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور القادم رسميا، وبيحتاج في المباراة القادمة الفوز على أمريكا لضمان الصدارة والوصول لدور المجموعات بالنقاط الكاملة. أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدم بنتيجة 13-9، وفي الشوط الثاني بيستمر التفوق الكاسح للمنتخب المصري وبيرفع فارق الأهداف إلى 11 هدف، وأنهى منتخب مصر المباراة بنتيجة 30-19. مصر المباراة القادمة هتلعب مع أمريكا في الجولة الثالثة، المباراة دي هتكون يوم الثلاث القادم بإذن الله. بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري وانه يقدر يوصل لابعد مرحله، وان شاء الله مش بعيد نشوف المنتخب المصري بالاداء المتميز ده في النهائي او على الاقل في نصف نهائي كاس العالم لكره اليد. طيب النهارده ان شاء الله الزمالك هيلتقي مع بيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر للموسم 2021-2022، وهيغيب عن بيراميدز مصطفى فتحي لحصوله على كارت احمر في ماتش البنك الاهلي السابق في كأس مصر. كمان هيغيب المغربي والظهير الايسر محمد الشيبي بسبب الاصابة. اما بالنسبة للزمالك بيعود عمر جابر بعد غياب عن المباريات السابقة للإصابة، وبيستمر غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن الزمالك. المباراة هتلعب الساعة 6 مساء على استاد القاهرة الدولي. أما بخصوص الأهلي هيلعب يوم الثلاث إن شاء الله مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وهيشارك كمان محمود متولي في المباراة أمام سموحة بغض النظر عن الطرد في مباراة المصري الأخيرة، باعتبار أن دي بطولة منفصلة عن بطولة الدوري العام. التشكيل المتوقع لنادي الأهلي أمام سموحة: حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، وعلي معلول. أما خط النص فهيكون أليو ديانج، عمرو السولية، وحمدي فتحي. خط الهجوم محمد شريف، برونو سافيو، وحسين الشحات. هيواجه الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة المتأهل من مباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية. ويبقى السؤال: هل تظهر صفقات الأهلي الجديدة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر؟ هنشوف كلنا مع بعض كولر هيتعامل مع المباراة دي ازاي. اما بخصوص المصابين وعودة المصابين: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم المفروض انهم جاهزين، والمفروض كمان انهم يدخلوا في قائمة المباراة. وبعد مباراة سموحة على طول هيكون في معسكر استعدادا لمباراة القمة امام الزمالك اللي هتكون يوم السبت القادم ان شاء الله. أما على صعيد الصفقات الجديدة، الناس كلها طبعا والجميع مترقب وعايز يعرف آخر أخبار صفقات الأهلي الجديدة، أو الأهلي وصل لحد فين. خلاص الأهلي في خلال ساعات هيعلن عن المهاجم الجديد، وإن المهاجم الجديد في خلال أيام هيكون إن شاء الله في القاهرة لإمضاء العقود. والأهلي بالفعل أنهى المفاوضات ومش باقي غير إمضاء العقود. بتمنى من الناس في إدارة الأهلي إنها تنجز وتخلص، عشان في أمور كتيرة جدا فيها مياعة ومش بيتاخد فيها قرارات بشكل سريع. عجبني كمان بوست شفته بيقول ان الاهلي تعاقد مع زاهي حواس للمساعدة في التنقيب عن مهاجم جديد، ولكن من المؤكد ان فيه صعوبة في العملة الصعبة أو في الدولارات، بدليل إن برونو سافيو ليه 20,000 دولار مستحقات لدى الأهلي محصلش عليهم، وممكن جدا يكون ده سبب تراجع مستوى برونو سافيو في المباراة الأخيرة. عموما بتمنى نشوف مهاجم يليق باسم الأهلي، ويا ريت الناس في إدارة الأهلي تفهم كويس جدا إننا كجماهير بنعاني أكتر من الإدارة والفريق من مشكلة المهاجمين في الأهلي. وطبعا كلنا شفنا كورة
الأستاذ حسين الشحات في مباراة المصري اللي أهدى بها التعادل لنادي الزمالك قبل ما يهدي التعادل إلى نادي المصري. طيب، أكد الكابتن أو صرح الكابتن محمد ناجي جده نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر مع الكابتن العظيم والقدير حسن شحاتة إن الأهلي دخل في مفاوضات جادة وقوية جدا مع عمر فايد مدافع فريق المقاولين العرب للحصول على خدمات اللاعب، وقال إن عمر فايد ده هيكون خليفة أو بالفعل خليفة أحمد حجازي خصوصا في خط الدفاع، وقال إن اللاعب ده هيكون صفقة رابحة جدا جدا للنادي الأهلي، وأكد إن اللاعب نسخة طبق الأصل من اللاعب أحمد حجازي. طيب، إدارة نادي الزمالك بتعاقب اللاعب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي ومحمد صبحي بغرامة 300 ألف جنيه، وبصراحة إدارة نادي الزمالك معاها مليون حق. الثلاث لاعيبة طالعين منشرين صورهم في جلسات إزالة الشعر بالليزر. ثلاث لاعيبة من عامين جسمهم زي الحريم بالظبط، والله العظيم شيء مؤسف. طيب خليتم بعد كده للحريم ايه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اذا بليتم فاستتروا. طالع بتنعم جسمك زي الستات ومفيش حياء، وكمان فخور بده وبترفع صورك على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه الكويس في ده؟ وفين الرجولة وفين الحياء؟ وفي شباب صغير في السن لسه طالع وانتم كلاعيبة بالنسبة لهم قدوة. كمان فين احساسكم بالمسؤولية وعندكم مباراة كبيرة جدا وقوية جدا مع فريق قوي بحجم بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر؟ يا اخي ده حتى لو مفيش احساس بالمسؤولية ولا رجولة ولا حياء ما تطلعش كده على العلن. والنبي عليه افضل الصلاة والسلام قال في الحديث الحياء في الرجال حسن. انا كده بصل معاكم لنهاية الحلقة دي. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة. دمتم يا رب دايما على خير، والقاكم يا رب دايما في خير.